السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده هنعرف ازاي نخزن البطاطس من السنة للسنة من غير تلاجة ولا فريزر ومن غير ما تعفن ولا تكرمش ولا تسود. اتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب، ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. البطاطس من اكتر المحاصيل اللي ما نقدرش نستغنى عنها في حياتنا اليومية. بنستخدمها بكذا طريقة، سواء محمرة او مسلوقة او مطبوخة او محشي. وطبعا اكتر وقت بتخزني فيه البطاطس من نص شهر 3 لغاية شهر 4. البطاطس بتكون فيه رخيصة، تمنها رخيص جدا، وفي نفس الوقت ما بتبقاش فيها سوسة ولا دودة، لان انخفاض درجة الحرارة طبعا بيحافظ عليها. هنا انا كنت جايبه حوالي 55 كيلو بطاطس، كان الكيلو حوالي بجنيه ونص، يعني حوالي 6 كيلو ب10 جنيه. والبطاطس انا كنت منقياها، اما لو انت جايبه شكاره على بعضها فهتفرزيها كويس وتخلي السليمه لوحدها والمعيوبه لوحدها. طبعا السليمه هي اللي هتخزنيها، اما المعيوبه فهتستخدميها على طول. وطبعا زي ما انتم شايفين لما تيجي تختاري البطاطس بتختاري البطاطايه اللي هي الناشفه والناعمه. يعني ايه ناعمه؟ يعني ما يكونش فيها خطوط بارزه كده من بره. وتختاري البطاطس اللي فيها طينه من بره، معنى كده انها مزروعه في ارض زراعيه مش في رمله، ودي جيده جدا للتخزين. وكمان ما يكونش فيها حته بني، علشان دي هتخليها تضرب على طول. الحته البني دي بتكون في القشره من بره وكمان في البطاطايه من جوه، فهتخليها تضرب على طول، فدي ما تنفعش انها تتخزن. وكمان ما تجيبيش البطاطس الخضراء دي بتكون طريه، يعني لسه ما استوتش في الارض بتاعتها او ما شبعتش من الميه اللي في الارض بتاعتها، فدي برضو ما تنفعش تتخزن. نيجي بقى لطريقه التخزين او المكان اللي هتخزني فيه. لو عندك خزانه عندك في المطبخ او لو عندك بدروم، اهم حاجه يكون مكان جاف وبعيد تماما عن الرطوبه، ويكون كمان متهوي. الطريقه بتاعتنا بقى، هتجيبي رمله وتفرديها، تفردي طبقه رمل تحت وترصي فوقها البطاطس، وبعدين بعد البطاطس بتحطي رقة رمل تانية وبتحطي البطاطس، وبعد البطاطس برضو بتحطي رقة رمل، وهكذا لغاية ما تخلصي كمية البطاطس كلها اللي عندك. كل رقة بطاطس هيبقى فوقها رمل لغايه ما تخلصي الكميه كلها. وفي الاخر خالص هتحطي عفش، والعفش ده وظيفته ايه؟ بيحميها من الرطوبه، وبتضغطي على العفش كويس علشان تغطيها كويس عشان ما يوصلهاش اي رطوبه، لان لو الرمله دي وصلها رطوبه او ميه هتبوظ لك البطاطس كلها. كمان في طريقة تانية، ممكن تستبديل الرملة ديت بردم او تراب اللي هو بتاع الارض الزراعية اللي مزروع فيها البطاطس، زي اللي بيبقى موجود على بطاطساية من بره بس بيبقى ناشف. ودي هياها نفس طريقة الرمل اللي لو انتي عندك سواء ردم او تراب او رمل، هما الاتنين نفس الطريقة بالظبط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.